السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، إنما كنتم حياكم الله جميعا في هذا اليوم في منطقة نجران. حيا الله الشباب من أبناء اليمن. الشاب عمار العنسي، وعلى يساري الشاب أو الطفل عمر العنسي، طبعا أصغر مغامر من أبناء الجمهورية اليمنية. أهلا وسهلا فيكم وألف الحمد لله على السلامة لوصولكم لمنطقة نجران. الله يسلمك وشكرا على حسن استضافتكم وترتيب أمورنا في داخل نجران. الله يعطيك العافية. هذا كان واجب علينا ان احنا نقوم بالواجب اللي هو علينا اصلا. السؤال هو كالتالي: ما هي المعوقات اللي واجهتك في اثناء سفرك من صنعاء الى وصلت منطقة نجران؟ طبعا كالعادة في جميع الرحلات في أي شيء في الحياة ضروري من صعاب ومعوقات. فرحلتنا كانت بالدراجات الهوائية، فمن الطبيعي أنها تكون في صعاب ومعوقات من ناحية الطريق، فسواء كانت من الجانب اليمني أو الجانب السعودي. فالجانب اليمني كانت معوقاتنا من الطريق، من التكسرات الطريق، كنا يعني في تعطلات للسياكل، هذه الأشياء، ولكن تجاوزناها. أما من طريق السعودية فكان جميل جدا، رغم أنه كان في هضبات طلوع نزول، لكن ما تستدعي توقفنا. منكم الوقت من خروجكم من خروجكم من العاصمة صنعاء لين وصلتوا منطقة نجران؟ طبعا كانت تاريخ انطلاقتنا من عاصمة صنعاء هي 11 أكتوبر يوم الثلاثاء الساعة 5:30 فجرا. فهذا كان موعد انطلاقنا من عاصمة صنعاء إلى يومنا هذا. هل سبق الترتيب مع جهة رسمية من وزير الرياضة نايف البكري؟ الحمد لله، كان الترتيب حقنا كله سليم وبأوراق رسمية، وكما وعدنا الوزير معالي الأستاذ نايف البكري إنه رحلتنا مكفولة محمولة من جانبه. إن شاء الله نشوف ذلك عند وصولنا. الله يعطيك العافية. الكابتن العزيز عمار حفظك الرحمن، أيضا على يساري الكابتن وأصغر مغامر من أبناء الجمهورية اليمنية عمرو. أهلا وسهلا فيك يا عمرو. أهلا وسهلا فيك. عمرو، ما هي الرسالة التي حابب أن توصلها للمجتمع اليمني أو العالم العربي؟ أوجه رسالتي للعرب بشكل عام أن يدعموا المواهب. ساعي أصغر مغامر في العالم. أنت فخور في هذا الأمر كونك أصغر مغامر؟ أيوه. هل هذه موهبة منك أو كان أنت تشجع أو حد شجعك على هذا الأمر؟ شجعني الوالد وكانت موهبة يعني. ربنا يعطي الصحة والعافية والدك العزيز، وأيضا ألف الحمد لله على سلامتكم مرة ثانية، وباسمي وباسم أبناء الجالية اليمنية في منطقة نجران أقول لكم الحمد لله على السلامة، وبإذن الله في الأيام القادمة يوصلوا للعالمية بإذن الله تعالى. بما أنك أصغر مغامر أنا متأكد أنك بتوصل لها موسوعة جينيس بإذن الله تعالى. بإذن الله. تحياتي.